المضادات الحيوية هي أدوية مهمة لكن ليها آثار جانبية، والعدوى بتسببها بكتيريا صغيرة بتدخل الجسم من خلال الجروح أو الالتهابات. والمضادات الحيوية بتشتغل على منع نمو البكتيريا أو قتلها، لكن في نفس الوقت المضادات الحيوية بتقدر تسبب آثار جانبية، وده بيحصل لما بناخدها بطريقة مش صح أو بنستخدمها لعلاج حالات مش محتاجة زي تهيج الجلد أو تغير في الهضم، وده ممكن يسبب حساسية. ولما بناخد المضادات الحيوية بتدخل الجسم عن طريق الجهاز الهضمي أو عن طريق الحقن، ومن هنا بتنتشر في الدم لحد ما توصل للمنطقة المصابة. وأغلب المضادات الحيوية بتعمل على تعطيل العمليات الحيوية للبكتيريا زي إنتاج البروتينات أو الحفاظ على الجدار الخلوي. وعلى الرغم من أن المضادات الحيوية بتكون فعالة في علاج العدوى البكتيرية، إلا أنها بتأثر على البكتيريا النافعة اللي بتعيش في الجهاز الهضمي وبتساهم في صحة الجهاز المناعي، واللي بيسبب ظهور آثار جانبية زي الفطريات.